لو فاكر إن لعبة الحبار مجرد مسلسل خيال تبقى غلطان. خليني أقولك إن في عالم مخيف ورا اللعبة دي، وإيه علاقتها بمبنى رعاية الإخوة بكوريا الجنوبية، وإزاي تحول المبنى ده من مركز رعاية اجتماعية لمركز تعذيب سوداوي مش ممكن عينك تصدقه، وليه بقت من أفظع الكوابيس في تاريخ كوريا. ولكن قبل ما أبدأ حابب أنوه إن أحداث التعذيب اللي هيتم سردها هتؤلمك نفسيا، فلو عندك فوبيا ما تكملش المشاهدة. The Brothers House ملجأ للأطفال الأيتام والمشردين في كوريا، بس اللي حصل جوه كان عكس كده تماما. المكان ده كان مليان أسرار سوداوية وظلم ما يتوصفش. الأطفال كانوا بيتعرضوا لتعذيب واستغلال مش طبيعي، وكل ده تحت ستار الرعاية الاجتماعية. القصة دي مش مجرد مأساة، دي كابوس حقيقي فضل مكتوم سنين لحد ما العالم